بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعة الأعداد النسبية. نراجع مع بعض على مجموعات الأعداد اللي أخدناها قبل كده. أول مجموعة هي مجموعة الأعداد الطبيعية اللي بنرمز لها بط، وهي الأعداد 0 1 2 3 طبعا إلى ما لا نهاية، وأكيد هي مجموعة غير منتهية. رقم 2 مجموعة الأعداد الصحيحة اللي بنرمز لها بصاد، وهي الأعداد السالبة والأعداد الموجبة، وما بينهم طبعا الصفر، وبرضه هي مجموعة غير منتهية. أما السنة دي بقى هندرس مجموعة الأعداد النسبية، واللي بنرمز لها بنون اللي هو أول حرف فيها. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الكسور أو الأعداد العشرية اللي أخدناها قبل كده، بس سميناها مجموعة الأعداد النسبية. يبقى هي الكسور س، حيث أن السين ألف على ب، يبقى هي كسر. فيه الألف والب يعني البسط والمقام بينتموا إلى صاد، يعني البسط والمقام أعداد صحيحة، والب لا تساوي صفر، يعني المقام ما ينفعش يبقى صفر، وده أهم ما في الموضوع. يبقى هو أي عدد أخدناه لحد دلوقتي، سواء بقى كان عدد صحيح، كسر، عدد موجب، عدد سالب، ما يفرقش معايا، بس المهم إن لو كسر يبقى المقام ما ينفعش يبقى بصفر. ناخد أمثلة. بيقول لي أيا من هذه الأعداد هو عدد نسبي. 0 على 9، أنا دايما عيني على المقام. المقام هنا 9، يعني مش صفر، يبقى ده عدد نسبي. طب تاني مثال، -5 على 0، أنا مش فارق معايا البسط، المهم المقام هنا بكام؟ بصفر. صفر يبقى ما ينفعش يبقى عدد نسبي. تاني 3 على س، اللي يفرق معايا مين؟ المقام اللي هو السين. السين ده بيقولي بينتمي إلى صاد السالبة، يعني هو عدد سالب، يعني أكيد مش صفر. طالما صاد السالبة يبقى ما ينفعش يبقى صفر. يبقى طالما إنه مش صفر يبقى ينفع يبقى عدد نسبي. ينتمي بقى لصاد موجب لصاد سالب، مش فارق معايا، المهم ما يبقاش صفر. طب 1 على س ناقص 2، اللي يهمني المقام اللي هو س ناقص 2، ده بصفر. طب ما نشوف السين الأول بكام. بيقول لي السين ب2، عوض كده عن السين ب2، شيل السين وحطها ب2، يبقى 2 ناقص 2. المقام هنا 2 ناقص 2 بتساوي كام؟ بيساوي صفر. 2 ناقص 2 بصفر، واتفقنا ان المقام ما ينفعش يبقى بصفر. لو صفر ما يبقاش عدد نسبي، يبقى ده ليس عدد نسبي. ما يفرقش معايا البسط يبقى بصفر، يبقى موجب، يبقى سالب، مش فارق معايا، حتى مش هقرا. هنا بقى بيقول لي اكتب الآتي في صورة ألف على ب، يعني في صورة كسر. ايه الخطين اللي محطوطين اللي واقفين قدامي دول معناهم ايه؟ دول معناهم القيمة المطلقة للعدد. يعني ايه؟ يعني اللي جوه ما بين الخطين دول ايا ما كان سالب موجب، الناتج هيطلع موجب. يبقى السالب 3 وربع اللي ما بين الخطين دول، ما بين القيمة المطلقة، هتطلع بموجب 3 وربع، يبقى الناتج لازم يبقى بالموجب. 3 وربع دي تطلع كسر ازاي؟ تديني 13 على 4. هكتبها على الآلة الحاسبة كده 3 وربع، وادوس يساوي، هتديني 13 على 4. طيب 24 من 100، عايزين نحولها لكسر. 24 من 100 أولا هي عبارة عن 24 على 100، اللي هي بكام؟ اكتب 24 على 100 ودوس يساوي، هتطلع لك ب625، اللي هو التبسيط بتاعها، كأننا قسمنا فوق وتحت يعني. طيب 20%، 20% معناها 20 على 100، صح؟ 20 على 100 بقى بالتبسيط، كأني هقسم فوق على 20 وتحت على 20، تديني 1/5. أو كأني هكتبها زي ما هي كده على الآلة الحاسبة 20 على 100 وادوس يساوي، هيطلعها لي في الإيه؟ في أبسط صورة ليها. طب هنا بقى العكس، اكتب الآتي في صورة عدد عشري، يبقى هو هيجيب لي كسر ويطلب مني ان احوله لعدد عشري. اتفقنا ان اللي ما بين الخطين لو كان سالب هيطلع موجب، ولو كان موجب برضو موجب، يبقى الناتج دايما موجب سواء كان اللي جوه سالب او موجب. يبقى -2.5 هتطلع بموجب 2.5. طب ال2.5 دي انا عايزه احولها لعدد عشري، تبقى عباره عن ايه؟ 2.5، سهله مش محتاجه. او هنكتبها برضو على الآلة الحاسبة زي ما هي 2.5 وندوس يساوي، هيطلعها لي بالايه؟ بالعدد العشري. طب لو عايزين نحولها في المية، نسبة مئوية برضو، يبقى هضربها في ايه؟ في 100%، تديني 250%. الاشكال المختلفة بقى للعدد النسبي، اول حاجة في صورة عدد عشري، ما احنا اتفقنا ان هو يا اما كسر يا اما عدد عشري.
زي نص بتساوي 5/10%. طيب ممكن أحوله لإيه؟ لنسبة مئوية. تاني حاجة، النسبة المئوية يبقى هضرب في 100%، يبقى 5/10 هضربها في 100% تديني 50%. طب تالت حاجة، عدد عشري دائري غير منتهي. يعني ايه؟ زي 1/3. جرب كده اكتب 1/3 على الآلة الحاسبة وشوف هتطلع لك ازاي في صورة عدد عشري. هيطلع لك المنظر ده، 3 من ايه؟ من 1000 ولا من مليون؟ ولا شوف قد ايه. كام 3 طلعت؟ على قد الايه؟ على قد الآلة الحاسبة ما خلصت، على قد الشاشة بتاعت الآلة الحاسبة ما خلصت. ليه؟ لأن هي عدد غير منتهي. التلاتات دي عدد غير منتهي. عشان أبين إن هو عدد غير منتهي فهكتب 3 واحدة بس، 3/10 واحدة بس، وفوق التلاتة هحط دايرة. يبقى الدايرة دي معناها إيه؟ إني بكرر العدد 3 عدد غير منتهي من المرات. ناخد مثال تاني. اكتب كده على الآلة الحاسبة 3/11 هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك الشكل ده، 2 7 2 7 2 7 2 7 كده كتير. ماشي؟ طيب احنا قررنا ايه؟ قررنا الرقمين الاتنين والسبعة. يبقى انا كأني بكرر الاتنين والسبعة، بدل ما هقعد اكتب الكلام ده كله 2 7 2 7 كذا مرة كده، فانا بعمل ايه؟ بحط دايرتين على الاتنين وعلى السبعة، دايرة فوق الاتنين ودايرة فوق السبعة. ده معناها ايه؟ اني بكرر العددين دول عدد غير منتهي من المرات. التمثيل على خط الأعداد تالي سهل قوي، أخدناه من قبل كده من السنين اللي فاتت. ادي خط الأعداد، في النص بكتب الصفر، ويمينه 1 2 3، والشمال -1 -2 -3، وبكتب الرقم اللي بيكتبهولي. طب لو كان كسر زي كده -1/2، يبقى نفس الأعداد دي هقسمها على 2. يبقى الواحد هيبقى 1/2، والاتنين هتبقى 2/2، والتلاتة هتبقى 3/2، والسوالب -1 هتبقى -1/2، -2/2، -3/2، وهكذا. هشوف -1/2 هو فين، مكانه فين في خط الأعداد اهو، وهعلم عليه وبس. يبقى أنا كده مثلت العدد على خط الأعداد.